عجينة دوريتوس عملت منها سندوتشين كبدة خرافة. الكبدة وقطعتها بالتقطيعة ديت وتبلتها بأعشاب وفلفل أسود وكمون وكزبرة وشطة وخل، مش هديها توم طبعا ولا صوص طماطم. وبدأت أقلب ده كله، كان عندي بصلاية وفلفلاية وطماطماية قطعتهم زي الكبدة، نزلت بالكبدة على طول على النار. بعد كده وهي داخلة على تسوية نزلت بالخضار بتاعي، وبعد كده نزلت بسنة فلفل وكزبرة وملح عشان أعلي التستين بتاعها. وبعد كده خليتها تتسبك شوية، وبعد كده صفيتها وسبتها في التلاجة ساعة لحد ما تبرد خالص وتصفي كويس. على ما اعجن العجينة كان عندي كمان بعد ما عجنتها عملت معاها صوص ريحان اللي هو كان عندي في التلاجة بقاله فترة. وبعد كده جبت الكبدة وحشيتها بالشكل ده، وحطيت ريحان، ما حطيتش صوص طماطم ولا اي حاجة. جبنة حطيتها على حسب الرغبة، وطعمها كان خرافة فعلا يا جماعة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدعموني على قناة يوتيوب رامي سعد محجوب. بصراحة كان طعمها قنبلة. اشوفكم في حلقة جديدة وما تنسوش تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.